أنا للحين أجهل كل شي فيك. علمني عليك علمني عليك، أنا للحين أجهل كل شي فيك. سكتتك نظرات عيون إذا قلت لك أحبك، حيرتك رعشة يديك. علمني عليك علمني عليك، مرات أشوفك أصعب الناس، مرات أشوف أصعب الناس، مرات أشوف الناس كل الناس في. واو الله واو جنن. الله يا كرار. يعني هسه احنا اندمجنا ويا الاغنيه ويا طريقتك بالعزف ويا هذا الجمال والاحساس اللي عندك. اذا مشاهدينا بين شنو حديثنا الثاني من ضمن برنامج نهاركم عراقي. اذا موضوعنا اليوم هو عن الاصوات الغنائيه الواعده وتاثرها بالق الأغنية السبعينية وهذا الطرب. إذن ويانا ضيفنا لهذا اليوم بهذا الصباح هو كرار نوري. صباحك خير، صباحك إحساس وطرب. صباح الخير عليك، صباح قناة الأولى الجميلة طبعا السباقة أكيد. وعلى كل العراق، على كل الشعب العراقي والشعب الفلسطيني المجروح. طبعا كرار صوتك يجنن ما شاء الله، ومبين عليك متدرب صح، وما زلت تتدرب ومشتغل على نقاط معينة بجمالية صوتك. الله يخليك. ليش لحد الآن ما اجتي شركة إنتاج أو شخص معين أو جهة معينة دعمت هذا الصوت الحلو؟ والله يا شركات الإنتاج موجودة، موجودة ببغداد وبكل مكان يعني. بس الشركات شوي العقود يعني صعبة على الاحتكار، يعني نقول المطرب يوقع يعني تخاف من الاحتكار طبعا، ما تريد تحتكر أبدا أبدا. يعني التزامات لازم شلون تقول نبيع أهلي، واحد يبيع أهله ويروح. يعني فشنو قررت؟ يعني القرار هو إنه أنا بعدني بالفرقة الوطنية تراث الموسيقى العراقي قيادة المايسترو علاء مجيد، وقررت إنه أنا يعني أعوف هذا الاحتكار وهذا شركات الإنتاج. تشتغل شغل حر. أي. إذا كانت قنوات أو حفلات أعراس ومطاعم، وتسوي أمسيات لو بعدك؟ أمسياتي. أسألك سؤال بسيط ومن بعدها تغني حتى شوية تستعيد عافيتك. تمام. ليش دائما احنا المطرب أو الفنان يقال إذا ما يغني بالنوادي الأهلية هذا ما يسمى فنان، أو ما تنصقل موهبته أو ما ينصقل صوته؟ هذا الشيء غلط. لا، ما يغني بالنوادي الأهلية لا، اكو كلية فنون واكو معهد فنون جميلة. ممكن يعتبروها نقطة بداية كنوع من أنواع التدريب. النوع التدريب يعني اكو يعني معاهد تنفتح هسه اكو معاهد بالكرادة بالهاي يعني أهلية بأجور بسيطة 300,000 هيك تقريبا. يروح يتمرن الواحد يعني عود أو كمان، يعني مدربين قاعدين. هم يستفاد المدرب يعني كأجر، وهم يستفاد يعني الطالب المتعلم. هذا إذا يعني ما يقدر يطب كلية أو مواصل. فما له علاقة النوادي والهاي. فإذا صوت مطرب ينسقل يعني كالزمالة ويغني بالتدريب وبالعود وغيرها. طيب شنو راح تسمعنا؟ تغني لو ما تغني؟ لا غني. يلا يعني غني. مرتاح؟ مرتاح. شو تسمعون؟ كيفك؟ تقدر تسمعنا حاسبينك؟ حاسبينك. حاسبينك مثل رمش عيونك بشرتك ليلي، حاسبي انت كل العمر كل العمر
تقديم حاسبين تقديم اليوم كل اليوم أيام وسنين داتك ذاك انت غار حبيبو سلوى حجينا ذاك انت غار حبيبو سلوى حجينا حاسبينا انت كل يوم كل يوم ايام وسنين. صوت واحساس وطرب وهذه السيطره باللعب على العود. انا اريد اسالك برغم من صغر سنك بس شلون اتقنت طريقه ادائك هذه الصحيحه والسيطره على العود؟ يعني تقنيه آلة العود وشلون اكتشفت انه انت عندك موهبه الغناء؟ الغناء انا قبل العود يعني. اي هو الميكس هذا اللي صار، شو وقت اكتشفت انه انت عندك هذه الموهبه وشلون طورتها؟ وشلون قدرت تتقن اللعب على العود بهذه الطريقه؟ يعني تجي القصه من بدايتها لو كيفك؟ طبعا اول ما تعلمت الغناء كان عمري 7 سنوات او 8. هاي وحده. وكان خالي بكليه الفنون الجميله يعزف آلة كمان وهسه يعزف عود يعني. اللي يعني اكتشف طبقتي يعني الطبقه الريفيه. مال الجنوب مال الحج. اي. كنت اغني له داخل حسن. اي. مال ذهب الشباب فما له من عودة. فقال لي هنا الصوت هنا مالك هنا يشتغل يعني. أي. على الريفي. كنت اغني له يعني جميع الاغاني بس يقول لا غني هنا انت هنا صوتك بالريفي جميل. أي. يعني كان شلون تقول انه تتنظف من سمع ريفي. هو يعزف وياي هاي وحده يعني اللي طور موهبتك خالك. خالي. اي واكتشفها. تمام. واللي دربك على العود هم خالك. هم خالي. لا عاد خلينا نسمع ريفي مثل ما قال خالك انه انت متقن الصوت الريفي والطبقه الريفيه. غني من البرد ينزل دوزان اسمه مو؟ اي دوزان. اسمعكم الطار البحراني مال البصره هو امريكي. كلمني أنا ما أعتيب على الحب، ما أعتب على الحب، أنا ما أعتيب على الحب، كله مني الحب من ذات أبو قلب الردي يا روحي. الليلة حلوة حلوة وجميلة جميلة ليلة جميلة
لك طبعا. هذا طار البصره. اي يعني هذا ريفي بصراوي؟ ريفي بصراوي. طيب نرجع للاسئله. اكو تعاون بينك وبين المايسترو علاء مجيد؟ شو قد اخذت من علاء مجيد وشنو علمك وشنو سر هذا التعاون؟ اعطيك شنو علمني لو شنو سر التعاون؟ اثنيناتهم. يعني شلون دخلت الفرقه الوطنيه لو؟ لا يعني شنو سر العلاقه الوثيقه؟ شنو تعلمت من هذا المايسترو؟ اسمه اكيد بالوسط الفني. طبعا تدرين بالقصه مالتي كانت عندي عربانه مال الخضرات. اوكي. كنت اعزف فيها مع عود ووصل المقطع يعني شلون نقول ترند صار. فاتصلت بي يعني المديرة مالته العلاقات ولها، فهو هم اتصل بي مباشره. نعم. قال لي لازم تجي للفرقه وهاي. يعني ورا يوم هيك يعني انا دريت انه الاستاذ علاء يريدني. يعني ما اعرف، كتبوا لي هواي على الفيس انه الاستاذ علاء يريدك وش اسمه، انا ما اعرف يعني. كان لازم الصفحه مالتي تحياتنا للاستاذ عهد ياس خضر، ابن حفيد الفنان ياس خضر. كان لازم الصفحه مالتي هو يعني راسل. انا مو قصه هاي بس شلون صار لود من ورا العالم انه هذا يريد شيء وهذا يريد شيء. فهو اخذ الصفحه بتليفونه حتى يعني لي التليفون يعني شلون يعرف الناس شنو تريد منك ويوصل لك. اي فاخذه قال لي استاذ علاء يريدك هيك اكو فرقه وكذا فكمل الحديث وياه. فانا رحت للاختبار. اول اختبار هي اغنيه حاسبينك اللي غنيت فيها بالدائره. وبعدين مشت الامور. من مشت الامور هو يعني شلون نقول نقى الصوت مالتي اللي انا اغني. انا كنت يعني اغني مو بحرفيه. الغناء بحرفيه راد له تعلوم يعني. مدرس عندك صوت حلو لكن هو دربك، هو اللي اشرف على تدريبك. طبعا هو صانع يعني صانع ونجوم بعد. كلها يعني كلها مهند محسن تلمذ عليه يده هوايه من المطربين. تحياتنا فرقه ضخمه. تحياتنا له. تحياتنا له. طبعا خلينا نسمع اغنيه، احنا وقتنا تقريبا شارف على الانتهاء حتى يكون ختامها مسك وياك. شنو راح تسمعنا؟ كيفك؟ انت لك لا هو الى الاختيار، انت شنو تحب سمعنا. تسمعونا احنا معجبين بصوتك وبطريقه عزفك وتقديمك، فانت اختار. ما طلبوها من عندي، جاوب الاداره استاذ عمر تحياتنا له. طلبوها من عندك؟ غنيتها الي؟ لا بس كم مره غنيتها؟ غير كلام الناس عنه وتخليت، ولا انت ما صدق تسمع شيء. غدرك يسام هذا بحق خطيت، عمر الشجر ما ينكر جذور قاع. انا مو والهان انا مو والهان انا دنيا من الولا راحتها بيديك. شوفني مو تعبان انا والله مو تعبان انا دنيا من التعب محتاجك بي. واني ناقص حب تاني انجرح من نار، واني ناقص حب تاني انجرح من نار. الله يرضاني عليك، لا سبب تزعل وتجرح بالكلام، تقلب الدنيا على راسي وتروح. لا ما كنت عتاب ولا ملام، وانا اسافر عن عذابك وين اروح لهجر الدنيا واخليها عشانك. من هو يستاهل لاجل ياخذ مكانك، لهجر الدنيا واخليها عشانك. من هو يستاهل لاجل ياخذ مكانك. انا مو والهان انا والله مو تعبان انا دنيا من الولا راحتها بدين. كرار طبعا يسلم صوتك، اتمنى لك كل الموفقيه والتوفيق بمشوارك الفني.